اهلا ومرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب كورة 24. اهلا ومرحبا بكم. عايزين نتكلم النهارده في موضوع الكابتن حفيظ دراجي. طبعا خلاص رجع الكابتن حفيظ دراجي الى التعليق مرة اخرى على استحياء. بدأ بمباراة غانا والودية والمانيا، ثم مباراة البوسنة والهرسك وايطاليا في الملحق الاوروبي لكأس العالم. يعني الجزيرة بتقول خلاص الموضوع عدى الشهر، هيكون الرجوع يعني بايه، واحده واحده. يعني ما نجحش على دوري ابطال اوروبا، ما نجحش على احد الدوريات الاوروبيه القويه، على مباراه قويه للجزائر، على مباراه قويه لدوري ابطال افريقيا. لا، انا مرجعه لسه واحده واحده. يعني ايه؟ عشان كابتن حفيظ يحس بالمشكله. يعني انت بتتكلم في السياسه وبتدخل السياسه في الرياضه وبتزيد الامور سوء. في النهارده مشاكل ما بين الخليج وايران، انت بتدعم ايران، انت بتدخل الخليج في النص، امور صعبه. في مشكله بين الجزائر والمغرب لمحت عليها اكتر من كده. كنا قلنا قبل ايقاف الكابتن حفيظ زراجي هو بيلعب بالنار. من كل هذه الامور تم ايقافه، تم عودته. وزي ما قلنا العوده بطيئه لسه. زي ما قلنا العوده على مباريات اقل لسه. الجزائر قصدي المانيا وغانا مباراه وديه. بوسنا وايطاليا في الملحق العالمي، طبعا كان في مباراه قويه في الملحق وغيره. هنا لسه مش هياخد لسه الكابتن حفيظ واحده واحده. لكن هو برضه خلي بالك، ما زال الكابتن حفيظ على تويتر والمنصات السوشيال ميديا المختلفه، وفي خلال اذاعته المباريات بيحاول هنا بقى يستدرج المغرب تاني. بيدخل في مشاكل مع القوى المغربيه. في ناس تزعل من الكلام اللي بقوله ده. يعني انت داخل النهارده في مشاكل مع المغرب، فاحنا مش بنحل. بتزداد الامور سوء تاني، بتزداد الامور سوء تاني. نتمنى في القريب العاجل باذن الله ان الامور ديت ما تزدادش. لكن احنا في مباراه المانيا اتكلم عن هو لسه من كام يوم كان اتكلم عن الكاف والسنغال، وانت بينك وبين المغرب مشاكل، وان ده ظلم والسنغال ظلمت وهكذا. في اشاره ان المغرب ظلمت السنغال، ويعني انت بتتحرش بالمغرب تاني. هنا هذا التحرش تحرش لفظي للاسف. في تويتر في مباراة غانا وألمانيا بيتكلم إن غانا حصلت على ألقاب هي والكاميرون ومصر، وهم حصلوا على ألقاب كتيرة، والجزائر لقبين واللي ومش عارف ألقاب بتحصد من الملعب. في إشارة إن المغرب أخذت لقبها، لقبين لقب منهم من المحكمة زي ما بيقولوا، أو من التحكيم الرياضي. فبقول لك الألقاب تحصد من الملعب، هنا بتعمل مشكلة مع المغرب. وزي ما قلنا على تويتر بتقول لك السنغال ظلمت وهكذا. بيتكلم ايطاليا والبوسنه، قد تنتظر ايطاليا لما ايطاليا انغلبت من البوسنه، وايطاليا مش هتروح كاس العالم. كابتن حفيظ دراجي بيقول لك قد تنتظر السنغال 50 عاما حتى تذهب الى كاس العالم. قد تنتظر السنغال 50 عام حتى تذهب لكاس العالم. في اشاره ان المغرب بقى لها 50 سنه ما خدتش كاس افريقيا. لا، يعني برضو رجوع الكابتن حفيظ في تحرش في الجماهير المغربية في كل مباراة. عشان نكونوا فير واضحين، هناك تحرش بالجماهير المغربية في كل مباراة، ناهيك عن التحرش بهم عبر تويتر والسوشيال ميديا او الوسائل السوشيال ميديا المختلفة. لو معلق مغربي عمل كده الجزائر هتزعل، لو معلق تونسي عمل كده في مصر مصر هتزعل، مصر في تونس مصر هتزعل، او تونس بتزعل. لا، لازم كابتن حافظ يفرمل شويه، لان هو داخل في سكه مش بتاعته. محدش يلعب مع الجمهور ويسخن الجمهور. الجمهور هو المعلم، هو اللي بيقود. ولو سخناه شويه هيمشي معاك النهارده وبكره سنه واتنين، وبعد كده هينساك
ويرجع الجمهور لبعضه تاني. والجمهور النهارده هيشجع الفرق المختلفة، تلاقي المغرب كتير هيشجعها والجزائر كتير هيشجعها ومصر وتونس، وانت اللي هتبقى منبوذ وانت اللي هتبقى عندك المشكلة في النهاية. شكرا لكم.